راك ترند في تونس امين. والله غير صراحة شوف كي لي الفرصة أني على الأقل نوضح الصورة والرد على الإعلاميين إخواننا التونسيين. نعم. وعلى اللاعب دولي السابق خالد القربي اللي تفاجأت صراحة بالمستوى اللي تكلم به أو المستوى اللي رد به على تصريحاتي. ربما أعتقد أنه ما سمعش التصريحات، هذا بنسبة كبيرة جدا، لأنه نعم. طريقة رده كانت سيئة جدا، مسيئة ليست إلي وإنما مسيئة إلى شخص خالد القربي كلاعب دولي تونسي سابق. ماذا قال عنك؟ وقال أنه أولا الكلام هذا ما يلزمش الجزائريين، يلزم بن شابير، وهذا أكيد أنا نأكد له من قبل، أنا كلامي ما يلزمش حتى عائلتي، يلزم أمين بن شابير. نعم. فقط كلامي هذاك رأيي أنا وحدي، ماشي رأي الجزائر. لم يخطئ يعني. بارك الله فيك. احنا في الجزائر دولة ديمقراطية، بالك ما على بالوش، احنا نهضروا آرائنا عادي. احنا الدولة تاعنا بارك الله فيها أتاحت لنا الفرصة، دارت لنا قنوات، أعطتنا منابر باش نتكلموا بحرية. نعم. نمدوا آرائنا، وهذا الأمر اللي مديته أنايا. هذا أولا. ثانيا أنا لم أقلل بتاتا، والفيديو لا زال موجودا. الآن أنا في عصر اليوتيوب، في عصر الإنترنت، كل شيء موجود. والحصة لم يمر عليها سوى يومين ثلاثة أيام فقط. بإمكانه أن يعود إلى الحصة ويستمع إلى التصريح كاملا. أنا لم أقلل بتاتا لا من الكرة التونسية ولا من المدربين التونسيين ولا من شخص مدرب مولودية الجزائر الجديد بن يحيى الذي نرحب به هنا في الجزائر، شقيق أخ هو في بلده وليس في بلده الثاني. أنا فقط ما فعلته هو أني دافعت عن أبناء بلدي. هذا هو الأمر الذي فعلته أنا في ذلك التصريح. كنت ما تضير في قدوم مدربين تونسيين للعمل في الجزائر؟ ما كاين حتى مشكل محمد، ما كان حتى ضير وما كان حتى مشكل. العكس، المشكل هو ما طرحته أنا، المشكل ما راش في قدوم التونسيين، المشكل هو في عدم منح اللاعبين الدوليين الجزائريين الفرصة رغم أنهم يملكون كل الشهادات والكفاءات التدريبية التي تسمح لهم بخوض غمار هذا المجال. هذا فقط ما كنت أتحدث عنه. أعتقد أنه من حقي أن أدافع عن أبناء بلدي مثل ما له الحق في أن يدافع عن أبناء بلده، ولكن دون تجاوز الحدود، لأن الطريقة التي تحدث بها كانت طريقة مسيئة أولا لي أنا. ثانيا كان قال أنه بن يحيى أحسن من كثير من المدربين الجزائريين. أنا نقول له أنه كاين الكثير من المدربين الجزائريين أحسن من بن يحيى بمراحل، مع احترامي لبن يحيى ومع احترامي لكل المدربين التونسيين. كان قال بن يحيى أحسن حتى من صيفي، أنا نقول له أنه حتى صيفي أحسن منك أنت أيضا. أنت كنت لاعب دولي تونسي، صيفي لاعب دولي جزائري. لو